استاذ مفيد رمزي. معايا. مع حضرتك يا فندم برنامج اكرزو بالانجيل، احنا على اليوتيوب على الهوا، وكان عندي سؤال بس لو امكن. انا كنت جايب رقم حضرتك من موقع الخدمه الداري القبطي، وحضرتك من المتكلمين يعني، فكان متشرف بيك. اشكرك. هو انا بس كان عندي سؤال في نص في انجيل متى. نعم. ممكن بس اتشرف بحضرتك الاول؟ ابو اياد يا فندم مع حضرتك. ابو اياد؟ منين حضرتك؟ من مصر. طب ايه المطلوب حضرتك؟ انا بس كان في نص في انجيل متى الصح الاول كان بيقول ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. البكر هنا المقصود بها ايه؟ البكر هو اي فاتح رحم، مش لازم بكر يبقى وراه ولاد. ممتاز. يعني حضرتك لو متجوز وعندك ولد واحد يبقى هو البكر هو الوحيد بس. يعني هو الاولاني بس مش شرط يكون عندي تاني يعني. لا حضرتك لو اثنين متجوزين وعندهم ولد يبقى اسم ابنهم البكر، يجابوا بعض ما جابوش هو البكر، يعني هو فاتح رحم. ايوه انا اقصد الاولاني. ايوه حضرتك. طب بالنسبه للنص يا فندم الموجود في رساله بولس الى اهل كلوسي، النص اللي يقول بكر كل خليقه، هل معنى كده ان المسيح مخلوق؟ انا بس ممكن معلش استاذ ابو اياد. كل سنه وانت طيب الاول. اشكرك. وانا معلش انت بتقول لي جبت الرقم منين؟ معلش. من موقع الدليل القبطي. سامحني ان انا مش هرد على اسئله. ما هو ده بقى السؤال، اصل هو النص ده كده لو احنا قلنا ان المسيح بكر كل خليقه يبقى هو اول الخليقه، يعني هو مخلوق، فده كان سؤالي. لا ما حدش قال بكر كل خليقه، لانه الله الكلمه المتجسد. ايوه بس حضرتك قلت ان هو الاول. مفيش علاقه بولاده. ايوه تمام، عارف ان هي مالهاش علاقه بالولاده الجسديه، لكن هو الاول، اول كل الخليقه. هو المقصود بالابن الكلمه اللغه، مش بالجسد. تمام انا عارف. بس هو أنا النص بيقول بكر كل خليقه، يعني اول كل خليقه، اذا هو من ضمن الخليقه. أستاذي اتفضل. انا مش هقدر اكمل حوار لاني لا عارف حضرتك مين ولا بتكلمني منين ولا اي حاجه، فاشكرك وانا جاوبت اللي اقدر عليه كحد بسيط. يعني الباقي حضرتك ما تقدرش عليه؟ هو حضرتك المفروض خادم في اسقفيه الشباب صح؟ وده برضه كان موجود في البرنامج. صدقني، ما هجيبه منين؟ انا خادم في اسقفيه الشباب ويشرفني وانا اقدر حد فيهم، لكن انا ما اقدرش ارد على حد لا اعرفه ولا بيكلمني مين ولا عايز ايه ولا بيعمل. انا يا فندم اسمي ابو اياد، حضرتك لو بحثت هتلاقي البرنامج والناس سمعوا كده. معلش اعذرني. ماشي يا فندم، يعني انا اشكرك على اتصالك كل سنه وانت طيب، بس انا مش بدخل في اي حوار مع حد. اصل حضرتك قلت ان كلمه بكر يعني اول، فلو احنا قلنا بكر كل خليقه يعني اول كل خليقه يبقى المسيح مخلوق. طب انا مضطر اقول لك كل سنه وانت طيب والسلام، انا مش هجاوب حاجه ما اعرفش عايز مين ولا بتسجل ايه. ما هو حضرتك انا مش بسجل يا فندم، هو الكلام مذيع عموما. اهلا بيك يا فندم، وحضرتك شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. انا مش بسجل يا فندم، انا بقول لحضرتك احنا على الهواء اصلا. على الهواء يعني انت دلوقتي كلامي ده على الهواء فين بالظبط؟ على اليوتيوب يا فندم. هو حضرتك شخص تؤمن بالحريات حضرتك انا في الاول خالص قلت لك احنا على الهوا واسم البرنامج، فحضرتك لو ما كنتش عايز تعمل حوار. يعني انا مش هسمع. نعم. لا انا ما اعرفش هوا ايه، لا انت قلت لي هوا ايه ولا مين بيسمع. والله يا فندم الناس سامعه وانا قلت لك ان احنا على الهوا. يا فندم الناس مين وانا اعرف؟ انا ما بدخلش في البرامج دي، انا راجل غلبان بقول كلمه ربنا على قدي وانا قلت لك لا. اشكرك شكرا ليك يا فندم. سامع كل سنه وانت. شكرا. مع السلامه. اصل هي 1 2 بكر يعني ايه؟ يعني اول. طب بكر كل خليقه؟ لا والله اصل انا ما بجاوبش في التليفون. انت بمعنى كلامك ده انت اثبتت المسيح مخلوق، ففي الاول قلت بكر يعني اول، تمام، اول كل خليقه، اذا هو من ضمن الخليقه، يبقى المسيح مخلوق. لا والله اصل انا راجل غلبان. استاذ مفيد رمزي راجل محترم في كنيسه ماري جرجس منشيه الصدر، وخادم في اسقفيه الشباب، متخصص في موضوعات روحيه وموضوعات شبابيه. هو اكد ان بكر يعني اول، وهي بالمناسبه على فكره هي في النص اليوناني بروتوتوكوس يعني بكر اول، وهتلاقوها مترجمه كذا مره بنفس الوضع، موجوده في انجيل لوقا 2:7